السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أحبتي الكرام، نحب نتقدم لكم بمناسبة عاشوراء اللي راهم صايمين، نقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله يلقاكم الفيديو نتاع اليوم بأتم الصحة والعافية. احبتي الكرام، اليوم جبت لكم وصفه صيفيه بامتياز اللي هي الايس كريم المنزلي بثلاث مكونات فقط. تحضري في دقائق. بلا ما نطول عليكم، عندي كاس تاع 220 مليلتر بودره الشانتيي، زدت ملعقتين كبار مملوئين تاع حليب بودره، وزدت 50 غرام نتاع فلون فاني، وبنفس الكاس نضيف حليب بارد من الثلاجه، ونطلع بالطراب الكهربائي يعني بالباتور. وما لازمش يكون القوام نتاع هذا الايس كريم يكون ثقيل، يعني يكون موسو، يكون كيما لا موس. انا درت زوج اذواق، درت ذوق الفاني وغادي نزيد بذوق الكراميل. انتي اختي ديري الذوق اللي بغيتي، تبغي الفراز، تبغي شوكولا، قهوه، موكا، لك الاختيار. شوفوا القوام هنا كيفاش راه عندي، ما راهو خفيف خفيف خفيف، ما راهو ثقيل. شوفوا كيفاش راني نحط فيه، اون ديري غيمه. شوفوا جاني روعه. راني ندير القسم الاول اللي هو الايس كريم الفانيليا بذوق الفانيليا، ونسقدو الليسيه، ودروك نمر للذوق الثاني بنفس الكأس، نفس المراحل. كأس بودرة شانتيي، ملعقتين ولا 50 غرام فلون كراميل، زوج ملاعق كبار مملوئين نتاع بودرة الحليب، ونزيد كأس مملوء نتاع الحليب يكون مثلج، يعني يكون بارد من الثلاجة، ونطلع بالباتور. يعني نفس العملية اللي درتها في الفانيليا راني نديرها في الذوق الكراميل. نواصل في الخلط، وباش نعزز الذوق واللون زدت لا باتاغون تاع الكراميل، قطرات من لا باتاغون تاع الكراميل. كاين بزاف وصفات تاع الايس كريم اللي فيها المثبت، اللي فيها الجلوكوز، اللي فيها انا بدوري درت وصفتين في القناه. ما نكذبش عليكم، انا هذه الوصفه اللي عجبتني، يعني خفيفه سريعه، في وقفه توجديها. خلاص انا كملت تحضير الذوق الثاني تاع الكراميل، وراني نحط فيه غير بشويه في القسم الفارغ نتاع العلبه، غير بالبسياس. وليسيه على خاطري نسقدو. وراكم شفتوا غير بمقادير قليله ودرت هاد العلبه، جا روعه وجا ما شاء الله. الدراري كلاو وعاودوا وعجبتهم، وان شاء الله المره القادمه غادي نغير في الاذواق، والا كتب ربي ان شاء الله نعاود ندير لكم فيديو باذواق اخرى ان شاء الله يا ربي. فوالا راني نشوفوا راني عاد ليسي فيه غير بالبسياس، ومن بعد نغلق عليه، يكون مغلق باحكام، وندخله للمجمد على الاقل 6 ساعات. انا في الحقيقه خليته بات ليله كامله، وهو من بعد ما بات ليله كامله. شوفوا لي ديك الطراوه، راني نقلع فيه بكل سهوله. شوفوا دوك لي بول كيفاش جاو طريين، ما جاوش يابسين. ما نكذبش عليكم، انا جربت العديد من الوصفات تاع الايس كريم، كانوا يجوني قاصحين فيهم ديك خيستو تاع الثلج. مالغري كنت ندير لو فيلم اليمونتير، والغدوه من داك كي نحل العلبه ونقلع داك الفيلم ما نقدش نقلعهم، يقعدوا يتكسروا في لاسوكوب، يتكسر هذيك لابول تتكسر في لاسوكوب. بصح هادي راكم شفتوا ما درت لا فيلم اليمونتير
ني والو، بلعت عليه ديريكتومون، حطيته في المجمد، وراكم تشوفوا كيفاش نبلع في لابول. شوفوا فرانشمون هذه الوصفه اللي عجبتني، هذه لا ميور غوسيت نتاع الايس كريم اللي راني نعتمدها، وغادي غير نقعد نعتمدها غير هي، ما نغيرهاش، نغير فقط في الاذواق. وبالنسبه للتزيين كما تبغي تزينيها، تبغي ديري شوكولا غابي مبشوره، ولا ديري توبينغ كيما انا درت. كان باقي لي الظرف نتاع الكراميل اللي يجي في العلبه تاع الفلون، راكم كيما راكم تشوفوا درت خطوط من الكراميل. شوفوا لي داك القوام، شوفوا داك القوام والطراوه، جا كريمو. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وتجربوا الوصفه وتنجحوا فيها ان شاء الله، وتردوا لي في التعليقات. واللي مازال ما شافش قناتي نقول له مرحبا بك في قناتي المتواضعه. ما تنسونيش باللايك والاشتراك والتعليق المحفز. وفي الاخير نقول لكم موعدنا في فيديو قادم ان شاء الله يا ربي لا طوالة الاعمار. وشكرا على المشاهده، وخليتكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.